أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنحل أكبر مشكلة بتواجه كل أب وأم في العصر الحالي. خناق كل يوم بسبب الموبايل، باقة النت اللي بتخلص فجأة، الرعب اليومي من اللي ولادنا ممكن يشوفوه على الشاشات من ورا ظهرنا وإحنا مش عارفين إيه اللي بيجرى. النهاردة إن شاء الله هنراجع بالتفصيل تطبيق جوجل فاميلي لينك، الحل المجاني السحري اللي قدمته لنا شركة جوجل عشان يرجع لينا راحة البال. التطبيق مش مجرد أداة مراقبة، ده حرفيا رادار وفرامل لموبايل ابنك اللي هتقدري من خلاله تتحكمي تحكم كامل وذكي عن بعد. ما تنساش لو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل المراجعات الجديدة أول بأول. كلنا في الأيام دي كأولياء أمور أو حتى لو عندك إخوات صغيرين بنعيش في رعب يومي من اللي بيشوفوه على الشاشات، مش عارفين نسيطر وفي نفس الوقت مش عايزين نتحول للمفتش كرومبو ونخنقهم. النهاردة بقى جوجل عملت لنا الحل السحري ببلاش عشان نرجع نسيبهم واحنا مرتاحين ومطمنين عليهم. تطبيق جوجل فاميلي لينك تطبيق مش مجرد مراقبة، ده حرفيا رادار. وكل اللي انت محتاج تعمله انك تنزل التطبيق على الموبايل بتاعك وبتربطه بموبايل طفلك في دقيقتين. الموبايل التاني بقى تحت سيطرتك الذكية 24 ساعة. وتعالوا بسرعة اقول لكم على المميزات اللي هتخلي التطبيق ده يفيدكم جدا مع اولادكم. اولا، مش هتقعد تتخانق بقى وتقول اقفل الموبايل بقالك ساعة. انت بتحدد من تليفونك ان الموبايل يفتح مثلا ساعتين في اليوم بس. اول ما الساعتين يخلصوا الموبايل بيقفل لوحده وما بيشتغلش غير لمكالمات الطوارئ. تاني ميزة هي ميزة ضبط وقت النوم. وليكن مثلا انت محدد ان وقت النوم الساعة 10 بالليل، الموبايل هينام ويقفل تلقائي، ولا يوتيوب بقى ولا شات ولا اي حاجة ممكن تحصل من وراك. تالت ميزة هي الفلترة وانك هتقدر تتحكم في التطبيقات. ابنك عايز ينزل لعبة، مش هتنزل الا لما يجيلك انت اشعار وتوافق على تليفونك انت او ترفض. ده غير انك بتقدر تقفل مواقع معينة وتمنع الحاجات الخارجة تماما ان هو يشوفها. يعني انت متحكم في التليفون واللي هم بيشوفوه واللي بيطلبوه واللي بيفكروا يحملوه بكل حاجة. خلينا بقى اقول لكم على الاسرار اللي مفيش حد بيقولها والتركات المستخبية، الخلاصة بتاعة التطبيق ده. اولا، في تركة للوقت الإضافي، المكافأة اللي ممكن تعملها لابنك فتحفزه إنه يعمل مهام تانية خالص ما كانش بيعملها. يعني مثلا عمل الواجب، سمع الكلام، انت عايز تكافئه بقى. مش لازم تعدل نظام الموبايل كله، انت عندك زرار سريع بيديله مثلا 15 دقيقة، نص ساعة زيادة النهاردة كنوع من المكافأة، ويبقى هو عارف ان انت اديت له النص ساعة او الربع ساعة دول كنوع من المكافأة عشان المهام اللي هو أتمها. وبيرجع السيستم لوحده بعد كده. طبعا انت بتظبط النص ساعة او الربع ساعة دي من تليفونك انت ليوم واحد. الميزة دي هتلاقيها في التطبيق، اسمها ميزة الوقت الإضافي المكافأة. التركة التانية المهمة اللي هقولك عليها، التطبيق فيه GPS قوي جدا بيعرفك ابنك فين بالظبط على الخريطة. مش بس كده، انت تقدر كمان تظبط اشعار يجيلك اول ما يوصل المدرسة او اول ما يرجع البيت، تطمن ان هو كده في امان. كمان تقدر تقفل تطبيق معين وتسيب الباقي، انت تتحكم ايه اللي يتقفل وايه اللي يفضل مفتوح. لو انت مش عايز تقفل الموبايل كله تقدر تقفل تطبيقات معينة وتسيب الموبايل مفتوح. لو انت عايز تستخدم الموبايل كفون في اتصال بينك وبين ولادك طول الوقت، عايزه يذاكر ومش عايزه يفتح تطبيقات، تقدر بقى تتحكم، تقفل اليوتيوب، تقفل الألعاب، وتفضل تطبيقات الدراسة أو القاموس مفتوح عادي جدا. تقدر انت تتحكم في ده تماما. أهم وأجمل ميزة في التطبيق ده إنه مجاني 100%، لا في إعلانات هتضايقك ولا هيتقل على التليفون لأنه هو خفيف، حجمه خفيف، التحكم فيه لحظي وسلس جدا. لكن في ثغرة واحدة ممكن اقول لكم عليها ان هي ثغرة مش عيب. لو طفلك ذكي شوية ممكن يحاول يلمح الباسورد بتاعك عشان يغير الوقت، عشان يزود الوقت.
عشان كده لازم تخلي بالك الباسورد بتاع تليفونك ده لازم يكون سر حربي، لان هو لو دخل ووصل لتليفونك هيقدر يتحكم من خلال تليفونك في تليفونه هو. كمان التطبيق بيشتغل بأعلى كفاءة لو الموبايلين على نفس الأندرويد. لو تليفون الطفل ايفون مثلا الصلاحيات بتقل شوية بسبب القيود اللي بتعملها شركة ابل. فلو خليت الموبايلين على نفس نظام التشغيل اهتمامك وكل التحكم هيبقى في ايدك سلس وسهل جدا. تقييم التطبيق ده انا هديله 9/10. هو حبل امان مفيش غنى عنه في كل بيت مع الاطفال. في النهاية يا جماعة التكنولوجيا زي دايما ما بقول سلاح ذو حدين. احنا مش بنراقب ولادنا عشان نكتم على نفسهم، احنا بنحميهم لحد ما يكبروا ويعرفوا هم الصح من الغلط بنفسهم. وتطبيق فاميلي لينك بيعمل التوازن ده بذكاء من غير خناق. سؤالي ليكم النهاردة، عايزة اشوف رأيكم في التعليقات. تفتكروا التحكم الإلكتروني ده بيحمي الولاد فعلا ولا ممكن يخليهم يدوروا على طرق يخدعونا بيها؟ وهل جربتوا قبل كده تطبيق زي ده، تطبيق للرقابة الأبوية، ولا دي أول مرة تسمعوا عن التطبيقات دي؟ يا ريت تكتبوا لي تجربتكم في التعليقات وأنا هثبت تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.